كتير اللي معطلهم في الطريق الروحي الخلل في تركيبة البيت، الأسرة نفسها. لأنه تصوروا بيت بيحبوا بعض وسرهم هادي، سهل إن الناس تخدم وتصلي وتعيش صح. لكن ناس عايشة في بيت كله نكد طول النهار، خناقات، حتى لو واحد عاوز يركز مش عارف يركز في الخدمة ولا الصلاة. فعاوز كده أقول لكم باختصار روشتة السعادة في الأسرة. هل ممكن الأسرة تبقى سعيدة؟ ممكن جدا. برضو ولاد الشباب يحتملوني، كتير من الشباب فاكر ان العاطفة هي اللي بتوصل للسعادة. في فرق ضخم بين الحب والعاطفة. العاطفة ما توصلش للسعادة. كونك منجذب لخطيبتك ده مش معناه انك هتبقى سعيد كزوج، لكن لو انت بتعرف يعني ايه تحب مراتك هتبقى سعيد كزوج. في فرق بين الكلمتين. الانجذاب بس ده ما يديش سعادة، ده يدي لحظة كده. لكن الحب الحقيقي اللي فيه عطاء وفيه اهتمام وفيه تضحية وفيه إخلاص وفيه تفاهم ده بقى اللي يدي السعادة. السعادة اختيار شخصي مش ظروف. لما يجي واحد يقول لي أنا مش سعيد، أقول له ده قرارك. يقول لي مش فاهم. أقول له اللي عاوز يعيش سعيد بيعيش سعيد. يقول لي لا طبعا اللي معايا ما يسعدش. أقول له لا، أنت تقدر تتكيف مع اللي معاك وتبقى سعيد. يقول لي الظروف ما تسعدش. أقول له في أقل منك وسعيد. إذا السعادة مش الدنيا اللي هتجيبها، السعادة أنت اللي هتجيبها. اللي عاوز يعيش سعيد هيعرف يعيش سعيد، بس في منهجية للسعادة. يعني في 1 2 3 تعملهم تبقى سعيد. قاعد بقى مستني ان الدنيا تبسطك مش هتبسطك. وساعات تبقى مثلا زوجة مثالية فعلا وجوزها مش سعيد، وما تلاقيش عيب في الطرف الآخر. والعكس، ساعات يبقى الراجل فعلا ملاك من السماء وعاوز يرضي مراته، بس هي مش عاوزة تعيش سعيدة. أحيانا يبقى كده. ده يؤكد أن السعادة اختيار. اللي عاوز يعيش سعيد بيعرف. وياما شفنا مرضى سعداء، فقراء سعداء، مساجين سعداء، مظلومين سعداء، وياما شفنا أغنياء مش سعداء ومشهورين مش سعداء. إذا الموضوع very relative، أكتر هو اختيار شخصي. أول نقطة في الروشتة، أو قبل ما أقول الروشتة هقول كده 7-8 كلمات دخلوا على بيوتنا مضيعين السعادة. هقولهم بس كده من غير تعليق، بصوا فيهم: القلق، الخوف، التوتر، المشغولية الزيادة، الغضب بدون داعي، الإدانة الكتير، الأنانية، الاستغلال، الطمع، السطحية، المادية، وسائل الإعلام. بس هي ببساطة كل الفاكتورز دي ليها دور في النكد اللي حاصل في البيوت، اللي بيسميه لغة الإيجابية بقى والصلاة الحزن الرديء. يعني حزن، يا ريته حزن مفيد. في حزن مفيد على فكرة، لما الواحد يحزن على نفسه ده حلو طبعا. واحد يحزن ان حد بعد عن الكنيسة هو يدخل يصلي، لكن ده حزن رديء، يعني كآبة بلا معنى، نكد. الحاجات دي كلها ليها دور. طب تعالوا ندخل على الروشتة على طول. قبل الروشتة برضه، ربنا لما خلق الدنيا لقى ان مشروع الجواز اجمل حاجة عملها. ودلوقتي بنسأل ليه ربنا سمح بالجواز. ربنا قاعد يخلق حاجة يقول حسن، يعمل شجر يقول حسن، يعمل مش عارف طيور يقول حسن. جاب آدم وحواء قال ايه؟ حسن جدا. يقول رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. لما نقول انه حسن جدا معناه ان الزواج الطبيعي اللي قصده ربنا متعة، بهجة، سعادة، لأن ربنا ما بيعملش حاجة غلط. إذا كان كل واحد فيكم في ناحية فنية بسيطة ممكن يقعد قدام البحر يشعر بارتياح، ولا في جنينة، ولا يتمشى حتى في الصحراء. الطبيعة يعني بتقول حاجة. فيما هو أجمل من الطبيعة الزواج، لأنه في تعبير الكتاب حسن جدا. إذن الأصل في الزواج إنه حلو، سيبكوا بقى من الأفلام واللي عملته. لكن الزواج الحقيقي المسيحي اللي قصده ربنا دي نعمة، دي هدية. لما جاب حواء لآدم ما جابهاش كارثة، جاب هدية لآدم عشان يفرح بيها.
ما كانش بيعاقبوا ساعتها. يقول الكتاب أوصي الأغنياء في الدار الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي. أنا بس عاوز أوصل لإيه؟ الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. كل حاجة في الدنيا منحة، منها منحة الجواز، عطية الجواز. الزواج عطية، الزواج هدية، وربنا عمله عشان تمتع، نتمتع بالشركة، نتمتع بالحب، نتمتع بالدفء، نتمتع بالأسرة. أيوة ربنا كان قاصد كده، عاوز يفرح آدم وحواء. البيت المسيحي يتقال عليه هذا هو موضع راحتي. يعني لما يكون بيت زوجين متحبين متفاهمين متواضعين، ربنا يقول أنا برتاح في البيت، ها هنا أسكن، أنا أحب البيت. يبقى ربنا يعدي على البيت اللي من النوع ده، لأن سره هادي، لأنه واضح أنه فيه حب حي. أول نقطة تفتح باب السعادة في الحياة الزوجية، أنا مركز على الكابل نفسه، الرضا والشكر. الروشتة بقى، خلي بالكم احنا قلنا ايه، اللي عاوز يبقى سعيد هياخد الدواء. الدواء ده كام كلمة كده، الروشتة بتاعتنا كذا كلمة. أول كلمة لازم تاخدها 30 مرة في اليوم، يعني مش 3 مرات، انك تعود نفسك تبقى راضي وشاكر. لان تلاحظوا ان كتير قوي من النكد هو عدم الرضا، والموضوع very relative. ليه؟ بص حواليك تلاقي ايوه العربية اتخبطت، حاجة تضايق، بس كام واحد ما عندوش عربية؟ وكام واحد اتخبطت عربيته وحصلت له مصيبة اتعور؟ اذا الموضوع دايما ممكن يبقى نسبي لو فكرت فيها. ففي ناس تميل للرضا بطبعها، يعني حتى مع المشاكل يقول لك الحمد لله انها جت على كده. حلو، ده مبدأ مسيحي، ويفضل على الحمد لله دي شوية. يعني مش بيقولها سدخانة، لا، هو بيقولها لأن طبيعته تميل للشكر. طبيعته دي تيجي بالاكسرسايز، تيجي بالجهاد، تيجي بالمقاوح. تقاوح مع طبعك. لو قلت لي أنا مش طبعي كده، طب ما تغير، ما تعود نفسك تقول أشكرك يا رب كتير. ليه مش مع كل عيان أشكرك يا رب؟ ليه مش مع كل لقمة أشكرك يا رب؟ ليه مش مع كل ساعة أشكرك يا رب؟ ليه لما أولادك يدخلوا عليك يستاهل الحمد والشكر؟ لأنه في مشاكل كتيرة بتحصل. احنا في حاجات كتير لو ربنا ادانا تاني يوم الحاجات بس اللي شكرنا عليها تبقى مصيبة طبعا. الكنيسة قالت للزوجة بالذات لأنها تميل للموضوع ده أكتر، تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تضجري في وجهه. لأن الزوجة القنوعة مريحة طبعا، لأن الراجل اللي حاسس أن مراته ما بيعجبهاش العجب طبعا مش سعيد، لأنه مش عارف يرضيها. لكن لما تبقى زوجة يعني راضية في كل الظروف، أكيد ده بيت هادي، يبقى حتى الراجل حاسس انه ناجح لان مراته راضية بالعيشة. والانسان الشاكر حاسس ان ربنا مغرقه، مديله اكتر من حقه. ماذا ارد للرب عن كل احساناته؟ يعني مجرد انه اتجوز دي حاجة كبيرة، ولو اداله عيال ياه انا مستاهلش العيال، ولو عرف يعلمهم ده كتير قوي يا رب، ولو لاقي اكل وشرب يغطيه الشهر يا كتر خيرك. ويعني في حاجات كتير احنا مش بنشكر عليها وكأنها حاجة عادية. يعني لا، هي مش عادية، بدليل في ناس كتير قوي مش عارفة توصل للي انتو احنا بنقول. الانجيل يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. يبقى اول مفتاح للسعادة في البيت ان الكابل يتعلم من بعضه اشكرك يا رب. وعلى فكرة بقى الاب والام اللي يكونوا بطبعهم يشكروا، العيال تطلع نفسيتها حلوة جدا. في نفسيات مشوهة بسبب غياب الفضيلة دي. في جيل طالع لنا طماع، في جيل طالع أناني، في جيل ما بيعجبوش العجب، في جيل ما بيفكرش غير في نفسه. الحقيقة مش هم اللي عملوا كده، أهاليهم اللي ما بيشكروش وصلوهم لكده. لكن تصوروا طفل طبيعي لاقي أبوه وأمه وشهم كده سمح ودايما في لسانهم الحمد لله، طب ما هيطلع نفسيته عادية هادية، ويبقى قابل كل حاجة، ويبقى عينه مليانة، وما يرجعش يقول لك اشمعنى صاحبي. لا، ما يعرفش يقول كده، هو خلاص شربها من الكبار الحمد لله.
تاني مفتاح، على فكرة المفاتيح مش صعبة، بس هي ايه، هي احيانا ما بتبقاش في جيوبنا خالص، يعني ما بنستخدمهاش. تاني مفتاح برضو يبدو سهل لكن نادرا ما الناس تستخدمه، هي الكلمة الحلوة. اللي عاوز يعيش في بيت سعيد لابد أن يتقن أن يقول كلام حلو، لازم يعود نفسه. ده في بيوت ما بيقولوش صباح الخير، في ناس دايما الكلام الناشف هو أساس التعامل. طب ليه بيعملوا في نفسهم كده؟ انت تعب اللي معاك، واللي معاك أكيد مش هيعرف يريحك طالما تعبان. يعني خلي بالكم، ما هو لما المسيح قال هيبقوا الاتنين واحد، انت بتتعب الطرف التاني، يعني بتتعب نفسك. ما تتصورش كزوج انك هتزعق في مراتك ولازم مراتك تبقى ايه، ترضيك 100%. ده كلام، يبقى انت بتعذب روحك لو فكرت فيه. ما تفكريش ان انت هتبقي يعني مش محترمة جوزك مثلا، وجوزك لازم يحبك. ما هو انت ما عملتيش الدور اللي عليك، ما ينفعش. فهنا الكلام الحلو المتبادل يسعد، والكلام الحلو ما يكلفش كتير، بس هو عاوز اكسرسايز، عاوز تعود. ليه؟ لان احيانا ما تطلعش الكلمة الحلوة الا للأسف بعد سنين، لما تبتدي تفكر انك ممكن تفقد الشخص اللي معك. حاسب تو ليت. ليه ما تمتعوش بكلمة حلوة كل يوم، وتتمتعوا انتوا الاتنين بحب نقي وكلام حلو قدام الناس ورا الناس. لأن أحيانا يبقى الطرف محتاج يسمع تشجيع في حقه قدام أهله أو قدام أهله، لكن كمان ما يبقاش الكلام بس للاستعراض قدام الناس، لا، ومن لوحدكم لازم يبقى فيه كلام حلو. مرة أبونا مرقس ده أبونا في ماري مرقس اللي يعني أستاذ الحاجات دي، فبيحكي لنا موقف، كان خد المتزوجين مؤتمر وقاعد يحفظهم الحتة دي، فاداهم ورقة فيها كلام يحفظوه الأزواج يقولوه للستات. هو قاعد يوعظ كتير الراجل، مفيش فايدة. ففي واحد استخسر فحفظ أول جملة وخلاص، وراح يتضرب. فجت مراته بعد أسبوعين قالت له ابونا اعمل معروف خليه يبطل. قال لها ليه؟ قالت له زهقت، كل ما يشوفني يقول لي ربنا يخليك ربنا يخليك. يعني بقت تتعمل ارتفيشال، يعني تتعمل صناعي، فما بقتش طالعه حلو. يعني حلو تقول كلام حلو، بس كمان ايه، غير شويه، نوع شويه، بدل شويه، عايز تطلع كده ايه من قلبك يعني. كمان لما يتقال كلام حلو يطلع تلقائي حتى مع الاولاد. خلي بالكم كل ما يحدث بين البارتنرز هينعكس على الاطفال. فلو الاثنين بيشجعوا بعض، تأكد انه الطرف الثالث هو الكسبان على طول، كسبان اكتر من الطرفين الكبار. هيطلعوا العيال بيحترموا اهاليهم، بيكرموهم، بيودوهم، بيقولوا كلام حلو، وهينزل الكلام الحلو من فوق ويطلع من تحت لفوق، وهتبقى الدنيا جميلة قوي. وبرضه من غير مبالغة، يعني ملهاش لازمة، لكن هيطلع كلام صح. من الكلام الحلو كلام الاعتذار، لأن دي أزمة عند المصريين كلهم فراعنة. يعني كأن كلمة سوري دي مشكلة، مع أنه طبيعي بنغلط، وكلنا عارفين أن احنا بنغلط، وأكتر طرف بيتعب من الغلط هو الأقرب. طبيعي في العلاقات الإنسانية لما بيحصل خطأ، أقرب واحد هو اللي اتخبط. طب ليه أقرب واحد ما يسمعش الاعتذار؟ ليه يعني؟ ليه حد يكابر ويعتبر ان كلمة انا اسف دي كتيرة؟ يعني راجل او ست ما عادي، مفيش في الفرق في الحتة دي. كلمة التقدير كمان، يعني ساعات تبقى الزوجة بتتفنن انها توضب البيت، وبعدين الراجل يدخل بيت موضب، بيت مش موضب، هو مش شايف، فبعد شوية ما توضبش يدخل يشوف بقى ليه البيت عمل كده. طب ما هو كان موضب، ما قلتش حاجة. برضو يدخل مثلا يلاقي اكل، يلاقي بارد، يعلق. طب ما هو كان سخن امبارح، ما قلتش ليه كويس، ما قلتش الاكل حلو ليه بتعلق بس في النيجاتيف؟
طب ما هو شيء مش منطقي. علق بوزيتيف وعلق نيجاتيف. لو انت يعني تو بي فير، يعني قول الاكل حلو، قول البيت منظم، قول الدنيا جميلة، ويوم ما يكون في تقصير قوله بطريقة مخففة، مش هيحصل حاجة. عادة ما بنعملش كده. حتى الذوق والأدب في العلاقات والرق، يعني الكلام الحلو ده ملوش عمر يا جماعة. لا، ده ممكن يبقوا ناس كبار في السن لكن تحس ان هما بيتعاملوا مع بعض باحترام بجد، بأدب شديد. الدواء الثالث، اللمسات المفرحة. الكتاب المقدس علق على التاتشز اللي بتعبر عن الحب. فقال مثلا ان الابن الضال وهو راجع اكتر حاجة اكسبرست الحب اللي في الاب الحضن. الكلام مش هيقول كل اللي جواه، لكن لما جري عليه واترمى عليه دي اقوى من اي كلام. اذا ربنا نفسه عارف يعني ايه الحب، بيتعبر عنه احيانا بلمسات اكتر منه بكلام. يحسوها دايما اللي عندهم صغر نفس، يعني الطفل والصغر نفس ده ما بيعرفش طفل وكبير. المكسور يحس قوي ان اللمسة غالية. عشان كده لما المرة التلاميذ زعقوا في العيال، عمل ايه المسيح؟ خدهم في حضنه على طول، لانه مش هيقعد يقول لهم عيب لا، الحضن هنا عوضهم عن الزعيق اللي سمعوه. اللمسة هنا ليها قيمة كبيرة قوي. احنا احيانا في بيوتنا تبقى اللمسات كده جافة وفترة، ويبقى التعامل عسكري. طب ما هو ليه؟ ربنا يخليكم كلكم لبعض. اللمسات ليها قيمة في التعبير عن الحب. تصوروا ربنا يسوع في ليلة صليبه عشان يحايل يهوذا يقول اللي هحط اللقمة في بقه. ايه الدلع ده؟ يعني الى هذه الدرجة من الرقة في التعامل هنا. ده مش كلام حب، مش بيقول له يا حبيبي بس يعني، لا، بس الحركة نفسها تدل على دالة على علاقة خاصة، انه مهتم. كام راجل بيغرف لمراته قبل ما ياكل؟ ده لو ما كلش دراعها يعني. لكن هو مين بيفكر بالطريقة دي؟ نمرة 4، الاستماع والحوار. انه الواحد يسمع اللي معاه. احنا احيانا نتكلم ما نسمعش، ودلوقتي دايما يقولوا الاستماع اكثر تأثيرا من الكلام، لان في ناس كتيرة تبقى تعبانة هو عاوز يحكي. وهنا غلطة مشهورة بقى في الراجل والست. الراجل فاكر لما مراته تحكي معناها مش لاقي حل، لازم يجيب لها حل، فهو عمال يسمعها بعقله عشان ابو العريف يطلع الحل. يلاقيها اتنرفزت، فهو يبقى مش فاهم. مش انت عندك مشكلة وبتحكي المشكلة عشان انا احل المشكلة؟ لا يا بني ادم، انا بحكي المشكلة عشان تطبطب عليا وتقول لي ما تخافيش، انا هعرف احل المشكلة. انا مش بحكي لك المشكلة عشان انا ناقصني عقل. فاهمين؟ دي بقى ده ما يحدث داخل المرأة والرجل. الراجل بيتعامل بعقله والست بتتعامل بقلبها. فهي لما بتحكي المعاناة هي مش عاوزة كمبيوتر يطلع الاستنتاج ده، مش هو اللي عاوزاه. هي عاوزة جوزها يحس بيها. اما عن اللي هيتعمل سهل، مش قضية، هي بتفكر زيه ويمكن احسن. لكن هو تلاقيه يجي يا لابونا وانا مش عارف مراتي عصبية ليه. ده كل حتى ما تحكي لي مشكلة بجيب لها الحل بسهولة جدا، وانت مش فاهم حاجة. وساعات العكس بقى، الراجل يكون متضايق، مراته بتحب، فمش معقول تسيبه متضايق. مالك 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 مالك. ولازم تعرف هو مش عاوز يتكلم. الراجل عكس الست بقى، لما يكون متضايق عادة مش بيبقى عاوز يتكلم، لكن هي ازاي وازاي لازم يتكلم، لازم يتكلم. فطبعا لما تفضل تقرره الموضوع قلب مشكلة. في الوقت اللي هي بسهولة تقول له، يعني تعمل له أكل وتسيبه ينام يصحى كويس ويبقى يحكي لها على المهل. الاستماع والحوار معناه ان احنا لازم نوجد وقت كواليتي تايم
بين الأزواج والزوجات. طبعا هنا الفيسبوك والتلفزيون والموبايل والمشغولية ضيع الحاجات دي خالص. عشان كده الأجيال اللي قديمة كانوا أكثر استقرارا، لأنه كان الناس ترجع من أشغالها شايفين بعض، يحكوا مع بعض، فكان في صداقة بين الزوجين. دلوقتي كله بيجري وكله عالطاير كده، فمش حاسين بعض ولا شايفين بعض، فتلاقي بسرعة الدنيا تولع. لازم مع الاستماع يبقى فيه احترام، ما ينفعش واحد يستخف بلغة الآخر أو بموضوعه أو برأيه، لا لا، ده شريك الحياة، فلازم تنتبه للي هو بيقوله. مع الاستماع فيه ابتسامة هادية تخلي الجو مشجع، لأنه ده جو صداقة. في استماع إيجابي، يعني يعني مركز متجاوب. لو هي متألمة لازم انت كمان تبقى متألم. في تفاهم وتنازل، يعني ما فيهوش بقى صراع مين اللي يطلع الرأي، الموضوع مش كده. في بسهولة جدا أي طرف يقول معاك حق، أي طرف يتنازل ويقول للتاني معاك حق. نمرة 5، قاعدة أخرى من قواعد السعادة الزوجية، الحرية والحدود. يعني إيه؟ يبانوا عكس بعض؟ لا، ما يبانوش، مش عكس بعض. الزواج المسيحي مبني على ثقة متبادلة، ولو الراجل لا يثق في مراته لا يمكن البيت ده يبقى سعيد، ولو الست مش بتثق في زوجها مش ممكن تعيش سعيد. وطالما قلنا ثقة يبقى لازم في مساحة من الحرية. ما ينفعش ابقى بثق في حد وانا بقول له كل سنتي ترجع لي، يبقى فيش ثقة. لا، لازم اثق فيه. ده ربنا نفسه اللي بيحبني مديني مساحة من الحرية. يعني انا وحش وربنا بيحبني وسايبني اغلط وسايبني بحريتي. لكن لاننا بشر محدودين لازم مع الحرية نوع من الحدود يتفق عليه. في الاول انا باكد بس فكرة الحرية، لان بعض المفاهيم الشرقية الغير مسيحية بتجعل الراجل يمتلك مراته، واحيانا الست تمتلك جوزها. يعني ايه؟ هي مأيداه، هي حبساه في حاجة، في أوضة ضلمة. الطبيعي لا، في مساحة من الحرية لكن بيحدها الحكمة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش كمان يبقى الزوج واثق في مراته ومديها حرية، لكن يجي لها تليفونات من غير ما تفسرها في ساعة متأخرة بالليل، يبقى ده حرية زائدة. طب ما تفسر التليفون ده جاي ليه؟ هنا لازم يبقى في حكمة عشان شيطان الشك ما يدخلش. يجوز هي ما فيش حاجة وحشة طبعا، لكن ستيل التصرف هنا في حتة زيادة. طب ما نبقى عندنا حدود مقبولة متوقعة من الطرفين برضو. يعني مش بتكلم عشان منها ست، لا، برضو لما هو يكون بيطول في تليفون مع واحدة زميلته وهو اساسا ما بيقعدش في الشهر كله 10 دقايق حكي مع مراته، وبعد كده يقول مراتي بتغير. لا، هي مش مراتك بتغير، انت ما عندكش حدود مظبوطة. فين الحدود؟ مش في حدود احتراما ليها. ما ينفعش يبقى في مبالغة في علاقة مستفزة. صحيح في ثقة وفي حرية وخوف ربنا قبل خوف اي حد، لكن لازم يكون في حكمة. الحدود دي حدود طبيعية تجعل الحياة مستقرة. ليه تدخل؟ ليه تتعب اللي معاك حتى لو انت مش غلطان؟ وبعد ما حدش كبير على الغلط. يبقى في قواعد طبيعية بتتحط، زي ما انت هتعمل كده مع اولادك. حتى لما اولادك بيكبروا بتديهم مساحة من الحرية، بس في يوم بتقول لهم يا اولاد البيت ده له مواعيد، ما ينفعش تجيلي الساعة 3 الصبح. من حقك كأب تقول كده حتى لو ابنك شاب كبير. هل معنى كده انك بتأيده؟ لا، مش بتأيده، لكن بتحط في الاخر معالم للعلاقة دي. عشان كده الانجيل قال كلمة جميلة قوي، قال ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب. بصوا تعبير الانجليش let all things be done decently and in order. يعني في decency كده، في لياقة، في ذوق، في اعتبار كده، أدب يعني. نمرة 6، الحرص على السعادة. يعني ايه بقى؟ دي انا قلتها في الاول، بقولها بقى كبند لوحده. احنا اتفقنا ان السعادة اختيار، قرار، ان الواحد ما يتنازلش عن السعادة.
ينجوي. خلي بالكم كلمة انجوي، انجوي لما تفكروا فيها يعني الجوي مش بيجي لوحده، معناها يو انجوي يعني انت اللي بتجيبه. فاهم ازاي؟ لما الكتاب بيقول انجوي الكتاب بيقول افرحوا، طب ما هو ده فعل امر، يعني انت تفرح نفسك بطريقة سليمة. اذا هنا يكون حرص على السعادة المتبادلة. يعني ايه؟ يعني الزوجة الحكيمة تقول حتى لو جوزي عصبي انا ما اسمحش للنكد في البيت، هفوت له وهعرف ابسطه. ولو زوج عاقل ولقى مراته مشدودة شوية يقول وانا ما اسمحش السعادة تطلع من البيت، هريحها وهطبطب عليها لغاية ما تفك. ده لان الاتنين حريصين ان البيت ما يدخلوش نكد. فدي واحد واعي، واعي ان انا مش هسيب بيتي يتقدر، ده بيتي في الاول وفي الاخر، وماله لما اجي على نفسي شوية، ما هي دي مراتي ولا ده جوزي. لما فكر انه الفرح ده وصية يبقى لازم احافظ عليه. فلما يقول المسيح مثلا كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم، يبقى ربنا عمال يزق الفرح زق. لما يقول لا تحزنوا فرح الرب قوتكم، الكابل السعيد هو احلى كابل يخدم. اكتر كابل ناجح في الكنيسة يخدم هو اتنين بيحبوا بعض متفاهمين سعداء فمركزين في خدمة ربنا. فاكرين انا ابتديت اسعى نحو الغرض، اللي معطلنا نركز في الغرض الكونفليكتس الفارغة، الصراعات الداخلية، الهري اللي بيحصل في البيوت، كلام بقى على الفلوس والمصاريف والجيران واللبس والاكل وكل واحد برأيه وكل واحد يمسك في رأيه، وده مضيع حاجات كتير قوي. لكن لو الاتنين مركزين في السماء وخسرت الساعة اللي بتروح، عاوزين نخدم ربنا، عاوزين نصلي، عاوزين نعمل حاجة مفيدة، يبقى بسهولة نبلع ونكبر ونفوت ونحترم ونقدر والدنيا تمشي من غير مشاكل. أخيرا أقول التوبة المستمر. يعني إيه بقى التوبة وعلاقتها بالسعادة؟ بعد الكام كلمة دول لو أنت فير مع نفسك هتلاقي يمكن 3 من 6 عاوز تشتغل عليهم، يا الشكر يا الحرص على السعادة يا الاستماع الجيد يا الاحترام. يعني هتلاقي حاجات قليلة ناقصة عاوزة تزيد. التوبة في الفكر المسيحي هو التغيير المستمر، التغيير في نفسك. ان انت تقول كزوج انا لازم اغير في نفسي عشان اسعد مراتي بقية العمر، عشان نركز في شغل ربنا، او انا اغير في نفسي عشان جوزي يعيش حياة اسعد من كده، واحنا الاتنين نخدم ربنا صح. فما ينفعش ان انا افترض انه انا كده صح، لا، تبقى انت ضد مفهوم التوبة. التوبة تغيير طول العمر، معناه في حتة لسه عاوزة تتغير جواك. حتى لو قلت من اجل شريك الحياة، ما هو في الاخر هيصب في الغرض. فهمتوا؟ لان لو التفاهم زاد يبقى ايه؟ الفرامل اليد نزلت، فالدنيا هتمشي برضو، هتجري لفوق. يبقى انا بعالج عيوبي. ما ينفعش واحد يقول انا عصبي. يعني انا عصبي؟ وذنبه ايه شريك حياتك يعيش مع واحد عصبي؟ ما انت بقالك 30 سنة عصبي، ما تشوف لك حل. هي دي التوبة. التوبة يعني ان انا بعالج نفسي. انا اصلي شكاك، وبعدين ما انت لازم تعالج نفسك. انا مش عارف لا، ما تقعدش تفترض انه انا دي ملهاش حل. يبقى انت مش فاهم يعني ايه النعمة ويعني ايه التوبة والتغيير والنمو، وكل ده بيقول لك ما تقولش انا كده، انا كده دي ما تدخلش الغرض السماء. يبقى علاج العيوب باصرار بصراحة. وهنا بقى ده اعلى مستوى من الحوار الزوجي، لما يكونوا متفاهمين جدا. ممكن زوج يقول لمراته نفسك ايه اللي يتغير فيا عشان اشتغل عليه؟ طبعا هي ممكن تروح فيها لو سمعت كده يعني، بس هو ده الكلام العاقل، هو ده احسن كلام. ان مراتك تجي لك في يوم تقول لك انا عارفة ان انا مش عاملة كل اللي عليا، قول لي حاجة واحدة اركز فيها الكام شهر دول اغيرها في نفسي. ده بقى اجمل شكل من اشكال الحوار الناضج، اللي مش كل واحد بيثبت انه صح، لا لا، ده كل واحد بيقول للتاني انا مستعد اجاهد عشانك، بس قول لي اجاهد في انهي اتجاه.
طبعا لو علمنا أولادنا كمان، خلي بالكم الحمد لله في ناس يعني هنا طلعت أجيال حلوة. المفاهيم دي ضايعة من الشباب اللي طالع للأسف. سوري يعني يا شباب ما تزعلوش، في شباب واخد مفاهيم الجواز من التلفزيون، انه يقعد رجل على رجل والطرف التاني يريحه، وهي طالعة من بيت أبوها مهنيها، فهي مش ناوية تتعب ومش ناوية تدخل مطبخ أساسا. فإيه، من يقبل فليقبل يعني. طب مش هيقبل يعني. طبعا دي مفاهيم غلط كلها، مش مفاهيم مسيحية غير خالص. فكرة ان انا داخل هضحي وهطور في نفسي وهسعد اللي معايا، مش بفكر في نفسي انا مبسوط ولا لا، انا اللي شاغلني اكتر ابسط اللي معايا ازاي. هو ده الحب المسيحي، منهج مختلف خالص. المحبة لا تطلب ما لنفسها. فهنا اللي يساعدني في ده بقى ان علاقتي بربنا تبقى قوية، صلاة، انجيل، كنيسة. يبقى انا بقول له رب ساعدني عشان بيتي يبقى هادي، عشان انا وبيتي نعبدك، انا وبيتي نعبد الرب. احنا كلنا نوصل للسماء، مش ممكن حد فيكم يتمنى مفروض انه يوصل للسماء لوحده، المفروض يعني الطبيعي انك تكون تتمنى وانت قاعد مع مراتك وعيالك سعداء في لحظة، هو الشكل ده يكمل الى الابد في السماء، ده الطبيعي. طب انت تشتغل على دي، الخدمة بقى تطلع ثمرة. انا خلصت هذا البيت اللي مفروض فيه تفاهم، فيه احترام، فيه تضحية، فيه حب، فيه كلمة حلوة، فيه تشجيع مستمر، تطلع الخدمة بيت خدوم بقى. يعني بص ابونا ابراهيم وسارة وهم عواجيز الاتنين، قال يجي ناس غرب من بره بس يقول لها سارة غدا بسرعة، تقوم سارة تدخل تجيب اكبر عجل وتذبح. هما مين دول؟ دول غرب. بس ابويا ابراهيم قال كده، سيدي ابراهيم قال كده. وطبعا يضيفوا المسيح نفسه، يضيفوا المسيح، لان هما متفاهمين ككابل جدا، وبيت هادي حتى لو في اخطاء في التاريخ برضه. لإلهنا كل مجد وكرامة.